بعد يوم شغل قلت اعمل سلطة برقوق بما ان مكوناتها كلها عندي وجاهزة. كل اللي عملته غسلت البرقوق وجبت كيس السلطة من جرين هاوس. وفر علي خطوات كتير، اغسل الخضار ونشفه واقطعه، كل ده كان هياخد وقت كتير جدا. يا دوب فضيت الكيس وبدأت اقطعه تقطيعة صغيرة، لو حابين تسيبوه زي ما هو براحتكم. ميكس خس وكرنب بنفسجي وجزر، محتاجتش بس غير اني اضيفله شوية جرجير. نفس الكلام مغسول وجاهز، قطعته بس تقطيعة صغيرة. قطعت البرقوق واللي لاحظته ان سبحان الله كل برقوقة مختلفة عن التانية في القوام واللون. في انواع ناشفة شوية ولونها فاتح، وفي انواع تانية طرية ولونها اغمق. غني بمضادات الاكسدة وبيساعد في امتصاص الحديد. زودته على السلطة، ممكن تقفوا لحد كده، لكن حبيت احط حاجات تخلي السلطة طعمها احلى وفوائدها اعلى. بس خلوا بالكم انتوا بتقطعوله ان صبغته قوية زي البنجر. ضفت جبنة سوري بحبة البركة وقطعتها شرايح صغيرة. عين الجمل ادي للسلطة قرمشة حلوة قوي. ما احتاجتش احط اي حاجة غير رشة عسل من فوق. هتستمتعوا بالمكونات من غير تتبيلة قوية تغطي على طعمها. سلطة سريعة وخفيفة وما خدتش مني وقت خالص، جربوها وقولولي رأيكم ايه. بالنسبة لي هفضل اعملها كتير لحد موسم البرقوق ما يخلص. واللي بيفهموا في انواع البرقوق اكتبولي ايه الفرق، لاني لقيت انواع كتير مش فاهمة الفرق بينهم.